السلام عليكم، كل سنة وانتوا طيبين. كتير مننا بيحب يعمل الملبن وبيحب يعمل كل حلاوة المولد في البيت. بس دايما بتيجي أسئلة كتير جدا: ليه الملبن اللي بنعمله في البيت ما بيبقاش في نفس المطة اللي احنا بناكلها كده في الملبن اللي احنا بنشتريه من بره؟ وليه بعد شوية كده لما بنحطه في علبة بيسيح خالص على بعضه؟ هقول كل حل مشاكل الملبن، وهقول لكم ازاي يبقى ليه مطة حلوة جدا جدا. بس يلا ما ناخدش وقت كده ونبدأ في الفيديو على طول. هنجيب مفرش سيليكون وندهنه دهنة زيت حلوة ونركنه على جنب، ونجيب كده حاجتين أو بولتين. واحدة هنحط فيها كوباية ونص من السكر، والتانية هنحط فيها كوبايتين من السكر. الأولانية دي فيها كوبايتين، والتانية كوباية ونص بس من السكر. وهقول لكم كل واحدة هنستعملها في ايه. يبقى مقدار السكر اللي عندنا 3 كوبايات ونص. عندنا النشا كوباية و3 معالق كبار، يعني 145 جرام من النشا. هنجيب بقى دلوقتي كمان، احنا بنحضر كل حاجتنا جنبنا. هنجيب ربع معلقة وربع معلقة من ملح الليمون، يعني نص معلقة من ملح الليمون. نبدأ بقى كده على طول. هنجيب حلة ونحط فيها كوبايتين من المية، وهنجيب البولة اللي كان فيها كوبايتين السكر. البولة الكبيرة دي حاطة فيها مقدار كوبايتين، وجبتها كبيرة علشان تاخدوا بالكم ان دي فيها الكوبايتين السكر. حطيتهم على النار، واول ما يبدأ السيرب بتاعنا او الشربات بتاعنا ده يغلي، هنبدأ على طول نحط اول ربع معلقة من ملح الليمون. بصوا الربع التاني ده هنحطه بعدين. هنقلب بقى كده، وبعد كده هننتقل على طول للمرحلة التانية، وهي ان احنا نحط النشا بتاعتنا. هجيب كوباية مية وهحطها على النشا وهقلبها كده. يبقى احنا كان عندنا مقدار المية قد ايه؟ كوبايتين مية كانوا في الحلة اللي على النار، وكوباية المية التالتة اللي احنا حطيناها على النشا. 3 كوبايات يعني من المية. قلبنا النشا كويس جدا جدا، وبعد ما اتأكدنا انه داب كويس قوي هنبدأ ننزل بيه بالراحة كده، مش مرة واحدة، على السيرب بتاعنا لما غلي كويس قوي. وهنقلب بقى كده وهيبدأ يربط معانا. في المرحلة دي النار بتاعتنا بتبقى نار متوسطة عادي جدا. هنحط ربع معلقة ملح الليمون التانية دلوقتي. خلوا بالكم من درجة الحرارة. لحد دلوقتي كده درجة حرارة النار متوسطة. وأول ما النشا عندي يبقى متماسك بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وخلاص ضفنا ربع المعلقة التانية من ملح الليمون، هنبدأ ننزل السكر بتاعنا على 3 دفعات. السكر اللي عندنا اللي هما كوباية ونص المتبقيين. بصوا درجة الحرارة هنبدأ نهديها كده، ونبدأ نضيف السكر بتاعنا على 3 دفعات ونقلب. تقليب المستمر، ما ينفعش نسيب الحلة ونروح في اي حتة. هننزل بقى، دي اول دفعة، وبعدين هنقلب. القوام عندنا هيبقى سايب شوية، وبعدين هيرجع يمسك نفسه تاني. اول ما يمسك نفسه كده هنحط الدفعة التانية. ممكن يمسك نفسه بعد قد ايه؟ ممكن دقيقتين 3، على حسب القوام اللي انت حاساه. يعني انت بتقلبي كده هتحس ان القوام تقل في ايديكي، تقل كده على ايديكي، هتروحي حاطة الدفعة التانية. كل حاجة من اللي انا بقولها دي مهمة جدا للتسوية المظبوطة جدا للملبن بتاعنا. ومش مجرد ما تلاقيه تماسك يبقى كده استوى معانا. هقولك امتى يبقى متماسك وناجح ومطته حلوة جدا، وهتشوفي معايا. نزلنا كده بالسكر بتاعنا وخلصنا كل المقدار. هنبدأ بقى نظبط التايمر بتاعنا بعد ما هدينا النار. يبقى عدى ربع ساعة دلوقتي. هنبدأ نظبط التايمر بتاعنا على 45 دقيقة مع التقليب المستمر. طبعا النار هادية جدا، وانا بقلب باستمرار. ما ينفعش اروح اجيب اي حاجة او اعمل اي حاجة. انا حاطة كرسي كده وقاعدة جنب الحلة. بعد ما عدى بقى نص ساعة انا وريتكم الحلة، وبعدين اتبقى دقيقتين وريتكم برضو القوام بقى عامل ازاي. هيبدأ بقى القوام يتقل معايا ويسيب الحلة شوية بشوية. بعد بقى ما تعدي الساعة الا ربع هبدأ بقى انكه الملبن بتاعي. في ناس بتحط طبعا مية ورد زي كده، بحط رشة كده من بعيد من بعيد قوي يعني. وناس بتحط مية زهر زي ما انتوا عايزين، او فانيليا، او زي ما انتوا حابين. هيبدأ بقى عندي القوام يلم خالص ويسيب الحلة ويتقل جدا جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين انا بقلب كده بايديا مش قادرة، لان القوام بيتقل قوي مش بيتقل خفيف. وعايزه اقول لكم ما ينفعش ابدا اول ما يلم معايا القوام او يلم معايا كده حته واحده اروح شايله بقى كده واقول خلاص الحمد لله استوى. ما يكونش عدى عليه ساعه كامله. يعني بعد ال 45 دقيقه ما عدوا
انا ظبطت التايمر تاني ربع ساعة. تسوية الملبن المظبوطة على نار هادية لمدة ساعة لساعة وتلت كمان. اهم حاجة هوريكم اللون بتاعه المظبوط والقوام المظبوط. هو كده طلع من الحلة خالص، عدى عندي ساعة وربع. بصوا القوام بتاعه ماسك نفسه خالص، لونه شفاف جدا جدا زي ما انتوا شايفين، مش لونه ابيض. لان هو لو بدأ يتقل معاكوا قوي وانتوا بتقلبوا كده ولقيتوا القوام تقيل جدا وبيتحرك بصعوبة قوي كده، هيبقى المطة بتاعته تقيلة جدا جدا ومش هيعجبكم. لكن يعني هوريكم دلوقتي اللي هو شوية المتبقيين في الحلة وكانوا على النار، يعني كملوا تسوية. فطبعا بسبب حرارة الحلة هوريكم المطة بتاعتها كانت جامدة جدا ازاي، ودقتها يعني ما كانتش حلوة قوي. لكن لما احنا طلعناه كده باللون ده كان مظبوط جدا ومطته مظبوطة جدا جدا، ولا بقى بيمسك في سننا ولا اي حاجة. المفرش بقى اللي احنا كنا مجهزينه من الاول خالص كان مدهون دهنة زيت، وحطينا الملبن بتاعنا سخن وبدأنا نضغط ونديله شكل كده اسطواني، وبعدين بططناه كده. تعالوا بقى نشوف الشوية المتبقيين كده في الحلة عاملين ازاي. لونهم افتح من اللي انا حطيته على المفرش السيليكون، والمطة بتاعتهم مطة جامدة جدا جدا. بصوا هو سخن كمان مطته عاملة ازاي. تعالوا بقى نقطع الملبن بتاعنا، وده كده تاني يوم. انا سبته كده مكشوف، بس حطيته طبعا في فرن بوتاجاز كان مقفول يعني، وعلشان ما يتعرضش لاي حاجة. وسبته مكشوف عادي، ولا غطيته ولا حطيته في التلاجة، لان الملبن ما بيتحطش في التلاجة ولا حاجة. ودهنته طبعا السكينة بتاعتي دهنة زيت حلوة. بدأت بقى اقطع معايا الملبن. بص بقى الملبن بتاعنا لما تضغطي عليه يعني يرجع لك تاني مطاطي جدا، ما بيمسكش في الاسنان. مطته حلوة قوي قوي قوي، سكره مظبوط على الاخر، التسوية مظبوطة جدا. لنجاح وصفة الملبن بتاعتنا اهم حاجة مدة التسوية والتقليب المستمر. وطبعا المقادير يعني تخلي كل المكونات اللي قلتها جنبك، تمشي على الخطوات بالظبط. والتسوية المظبوطة أول ما النشا بتاعنا يربط بعد مرور ربع ساعة، وحطينا السكر دفعات. أول ما نخلص الدفعة التالتة من السكر هنحسب ساعة وربع أو ساعة ونشوف القوام. النار كانت هادية جدا. لو عليتي النار عندك وخليتيها متوسطة أو أعلى، الملبن بتاعنا هيستوي بطريقه مش مظبوطه، ومش هيبقى فيه المطه الحلوه قوي اللي انتوا شايفينها دي. الملبن ده طبعا بيتاكل كده عادي، او ممكن تحشوه في اي حاجه انتوا عايزينها، كحك او اي حاجه انتوا عايزينها. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. لو عندكم اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات. ضروري جدا لما نيجي نغلفه بسكر بودره وشويه نشا، وهنحفظه بقى في علبه بره التلاجة، وهيفضل بنفس القوام لحد ما يخلص.